سلام ومرحبا بكم في بودكاست مرايتي. أنا فاطمة وكنشارك معكم النظرة ديالي لجوانب مختلفة في الحياة، لأنه بنظرة صغيرة وصادقة في مراية أفكارنا نقدروا نحلوا باب تغيير كبير. من شب على شيء شاب عليه، هذا المثل مني كنسمعو كان كيجيب ليا ديما إحساس بالفشل، بالإحباط، بأنه ما كاينش الأمل، وبأننا محكومين بواحد الفترة ديال الطفولة أو المراهقة. وهاد الفترة من حياتنا ما كانش الإدراك فيها مكتمل، كانت النظرة ديالنا للحياة صغيرة، وكان الجهاز العصبي ديالنا ما كاملش، وكنا فعليا بحال شي بونجا كنابسوربيو أي حاجة في حياتنا، كل كلمة، كل تصرف، كل إحساس، كل رأي سمعناه، كنا كلشي كناخدو على أنه حقيقة، ما كنحاولوش أننا نغيزونيوه ولا نقولو واش صحيح ولا غلط. كانت عندنا الثقة في الناس اللي دايرين بينا، وكان كيبدا اللاوعي كيسجل هاد الافكار وهاد الشيء اللي سمعناه، وكيدير عليها واحد التيكي ديال انها معتقد، وكيبدا يجبدو لينا في حياتنا. في كل مره بغينا ناخدو خطوه، بغينا ناخدو شي قرار، بغينا نعطيو شي راي، كنفكروا واش يمكن لينا ولا لا. كيجبد لينا هاد المعتقدات وكيوليو هما الخيوط اللي كيحركوا لينا حياتنا، لدرجة أنه اللاوعي كيولي كيدير واحد البودي غارد على العقل ديالنا، واحد الحارس اللي كيدير واحد الفلتر للمحيط والحوايج اللي كنسمعوهم، اللي كنتعلموهم، وكيخلي لينا غير داكشي اللي كنعرفوه، وداكشي اللي كيعرفو دوك المعتقدات ديالنا اللي داخل في المعتقدات ديالنا هو اللي يدخل، هو اللي نسمعوه، هو اللي نشوفوه، هو اللي نزيدو نامنو به، وما كيخليش حوايج اخرين يدخلوا. اي حاجه اخرى تيقولها باي باي بسلامه، لا ما كنعرفكش ما تدخليش. فمن هذا الشيء كنفهموا ان المعتقدات كتنفعنا اياه، لانها كتوفر علينا الطاقه والمجهود اللي كنديروه في كل لحظه واللي كنديروه في حياتنا اون جينيرال، لانه ما يمكنش لينا نتبعوا كاع المعلومات اللي كاينين ولا اي حاجه شفناها ونحاولوا ندخلوها لعقلنا ولا نمنطقوها ولا نفهموها. كنشوفوا غير داكشي اللي كنعرفوه اللي كينفعنا، وكنسمعوا داكشي اللي كنعرفو اللي كينفعنا، هو اللي كنعمرو به راسنا. حاجه اخرى كنديرو راسنا ما شفناهاش. ف هادشي مزيان وما مزيانش في نفس الوقت، لانه المعتقدات ديالنا كيديروا لنا حدود غير مرئيه، كيقدروا يخليونا نوقفوا قبل ما نوصلوا، ونخافوا قبل ما نبداو، ونشكوا في راسنا بلا شي سبب حقيقي. فمثلا اللي كيامن بانه النجاح كيجي غير بالتعب وبالمعاناه غيبدا يقلب غير على الطرق باش يعذب راسو باش يوصل، بلا ما يفكر في شي حلول اخرين. او اللي كيقول انا ما نستاهلش الحب غادي يختار العلاقات اللي غادي تاكد ليه هذا المعتقد ديالو. فالمعتقدات هي وسيله الحمايه ديالنا في واحد الوقت اللي كانت كتعطينا احساس بالامان، ولكن في شي مراحل اللي كنحسوا براسنا باغيين نتحركوا وما قادينش، او لا كنحسوا براسنا واحدين في نفس الدائره، كيجي الوقت باش نعيدوا النظر في هذوك المعتقدات ديالنا ونشوفوا واش اللي حنايا مآمنين به نافعنا ولا صافي جا الوقت باش نتخلاو عليه. وكيجي حتى واحد الوقت ديال انه اللي خاصنا نعرفوا اصلا حنايا شنو هما المعتقدات اللي مآمنين بهم في الاصل، وهذه هي اول خطوه في الطريق ديال التشافي، هي انني نشوف المعتقدات ديالي في مرايتي ونبدا نخدم عليهم بشويه بشويه. والسؤال اللي كيجينا دابا هو كيفاش نقدروا نحرروا او ننسفوا المعتقدات اللي ما بقاوش نافعيننا. فاول خطوه اللي نقدروا نبداو بها هي الوعي. دائما كنبداو بالوعي، الوعي واننا نفهموا ريوسنا ونلاحظوا ونحاولوا نبشوا نفهموا الحوار اللي كيدور في راسنا كل نهار. فنقدروا نديروا هذا الشيء باننا ناخذوا دي مومون دو كالم بيننا وبين ريوسنا، ونسولوا ريوسنا الاسئله اللي غادي تخلينا نفهموا شنو هما المعتقدات ديالنا، اولا نديروا الكتابه الصباحيه اللي كنا هضرنا عليها في الحلقه اللي فاتت،
المهم أننا نعيشوا أيامنا متواصلين مع ذواتنا، متصلين مع ذواتنا، كنفهموا منين كيجيو التصرفات ديالنا، كنفهموا حنايا باش مآمنين، كنلاحظوا الطريقة ديال الهضرة ديالنا مع الناس، وأشنو هما الآراء ولا أشنو هما الحوايج اللي كيتعاودوا، ونلاحظوا أشنو كيقولوا الناس اللي قراب لينا اللي كاينين في الدائرة الصغيرة ديالنا، لأنهم هاد الناس اون جينيرال كيكونوا مرايا ديالنا اللي كيعكسوا لينا شي حوايج اللي حنا ما كنشوفوهمش في ريوسنا، ونتقبلوا شنو كيقولوا الا بغينا نزيدوا في الطريق اللي حنايا ناويين نوصلوا بها الحوايج زوينين. الخطوه الثانيه هي اننا نسولوا ريوسنا، نكونوا صريحين ونسولوا اسئله اللي غادي تخلينا نفهموا هذا المعتقد منين جاتنا هذه الفكره، واش حنا متبينينها، واش نفعنا دابا بصح ولا لا، واشنو نقدر نبدل باش هاد الافكار يوليو ينفعوني ويزيدوا بيا القدام. وهنا كتجي الخطوه الثالثه اللي هي انني نبني معتقد جديد اللي غادي يخدمني في حياتي وفي الخطوه اللي انا ناويه عليها دابا. والخطوه الرابعه هي انني نتمرن على هذا المعتقد الجديد ونعطي راسي الوقت باش نعاود نبنيه ونكون لطيفة براسي، ووقت ما سمعت الصوت القديم نقول ليه اياه شكرا، انا كنت مآمنة بهذا الشيء شحال هادي، دابا انا كنآمن بانه، ونقول المعتقد الجديد ديالي ونعطي راسي الوقت الكافي حتى نتشرب هذا المعتقد، لانه شي حاجه اللي حنايا بنينا ملي كنا صغار 30 عام 20 عام 40 عام ما نجيوش نبدلوها ما بين يوم وليله، ما يمكنش، غادي تاخذ لنا وقت، ولكن بما اننا واعيين غتاخذ لنا وقت اقل. وخاصة ضروري من الاستمراريه، لانه التكرار هو اللي غادي يبرمج العقل ديالنا. ملي درنا نهار والغدا وبعدو وقلنا لا صافي انا ما يمكنش، راه غير كنكذبوا على ريوسنا، راه خاصنا نستمروا باش نقدروا نبنيو حوايج جداد. وفي الاخير غادي نقول لكم باللي المعتقدات ديالنا ماشي سجن، وانما هي مفاتيح، وفي كل مره كنكتشفوا معتقد ما بقاش صالح لينا كنحلوا باب ديال الحريه والتغيير. وكلنا خاصنا نامنوا باننا نقدروا نبدلوا القصه ديالنا، لاننا حنايا فعليا هما الكاتب الوحيد اللي كيقدر يبدل شنو كاين ما بين السطور. فانا مثلا وقت ما جات لي فكره او لا سمعت داك المثل اللي قلت لكم في الاول ديال من شب على شيء انشب عليه، كنوقف كنقول لراسي احرص على ما ينفعك ولا تعجز، فكما تظن تكون.